لغة كل إنسان، هي أساس وجوده، ولغتنا العربية الفصحى هي هويتنا وعقيدتنا، ويرتبط بها كل تراثنا وحضارتنا. لكن لماذا يهجرها الناس ويتعصب كل قوم للهجتهم، بل يجنح البعض ويقلل من شأنها ويفضل عليها غيرها، حتى أصبحت هناك لغة للكتابة بين الشباب يسمونها بالعربتين أو الفرانكو. هل لغتنا صعبة؟ هل قواعدها عسيرة؟ اللغة العربية من أسهل اللغات وأيسرها، ويمكن تعلمها بسهولة. ولقد كنت فارسيا، ولكني تعلمتها وأجدتها، وألفت فيها أول كتاب يشمل كل قواعدها، سميته الكتاب. من أنت؟ أنا عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، وسمتني أمي بسيبويه. نعم، ذكر اسمك لنا كثير من الأساتذة في الكلية، ولكن لماذا هذا الاسم وما معناه؟ معنى سيبويه رائحة التفاح، لأنني كنت أحب رائحته وشمه. كم تمنيت أن أعيش في زمانكم، عصر العلم والنحو. يا بني، خلق الله الناس والأزمنة، ولكل زمان دولة ورجال. وددت أن أرى الناس وأحوالهم في عصركم هذا. هيا سأخذك في جولة في كليتنا، كلية الآداب. كليتكم؟ ما معنى كلية؟ كلية الآداب صرح تعليمي يتخرج فيها متخصصون في اللغة العربية والإعلام والتاريخ وغيرها من التخصصات. حقا شيء جميل. صدق عاد من زمان ودي احضر المحاضرة، والله انك فاضي انك تحضر هذه المحاضرة. بأي لغة يتكلمون هؤلاء؟ إنها اللغة العربية. ما هذه بلغة العربية؟ إنها لهجة يا إمام. أي لهجة؟ هل هذه لهجة تميم أم حمير أم قريش؟ إنهم لا يعربون الكلمات. السلام عليكم. السلام. من ذي يا فهد؟ إنه سيبويه. سيبويه مين؟ يكون لاعب كرة القدم تشيلسي ولا ريال مدريد، أي واحد فيهم. عالم النحو الكبير. الزبد إنك مجنون رسمي. وهل في ذلك جنون؟ لو سمحت، سيبويه ده عالم في النحو، بس مات من زمان. نعم، توفي عام 180 هجرية. استهبلت. سيبويه رجال كبير، عالم في اللغة. سيبويه توفي وهو شابا، كان عمره 32 عاما فقط. مش ممكن. ولماذا غير ممكن؟ شباب في ذا الزمن مش مهتمين في مسائل اللغة، ولا مهتمين في التأليف والمواضيع هذه كلها خرابيط، مو مهتمين في المواضيع أساسا. نعم يا أخي. ماذا تقول يا سيبويه؟ كنت أظن الزنبور هو النحلة، فإذا هو إياها. لا يا إمام، فإذا هو هي. ما أراك إلا أردت مخالفتي يا سيبويه، ليقال خالف الكسائي. نحتكم لهذا الأعرابي. يا إمام، فإذا هو هي. كل هالضحك والإزعاج عشان كتاب النحو، هي ولا إياها؟ نعم يا أخي، لأن الفرق في اللغة يؤدي إلى اختلاف في فهم القرآن، وسيترتب عليه أحكام. واعلم أن أي ضياع للغة هو ضياع للدين. سأريك الآن أهم قاعدة لدينا في الكلية، إنها قاعدة واحدة وفيها تكون النباتات والفاعليات والبرامج الدراسية. هاي فهد. أهلا وسهلا. How are you? Are you right? وبأي لغة يتكلم؟ إنه يتكلم اللغة الإنجليزية، والإنجليزية لغة أجنبية شبيهة باللغة الفارسية. جميل جميل.
من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. ولكن هل هنا أحد يتحدث هذه اللغة؟ لا يا إيمان. إن استخدام لغة غير العربية بين أهلها بغير سبب أعده خطأ، لأن تعلم اللغات الأجنبية ليس بديلا أبدا عن اللغات العربية، والعربي عزيز بلغته، بل إن كثيرين تركوا لغتهم من أجل اللغة العربية. هيا لأريك مكان آخر. جميل قاعات الدرس. كنا نجلس للدرس في كل مكان، في المساجد وفي الحدائق وفي الصحراء وعلى ظهران المراكب. وكان أستاذي الخليل بن أحمد الفراهيدي يعلمنا على شط الفرات في كوخ له صغير، وكنا نسير مئات الأميال من أجل أن نسمع لمسألة واحدة. هل تعلم يا إمام أن اليوم العالم كله يحتفل باللغة العربية؟ لقد أصبحت اللغة العربية واحدة من اللغات المعترف بها عالميا. جميل أن تحتفلوا بها، ولكن الأجمل أن تتحدثوا بها على الأقل في دروسكم. حقا سأقترح على عميد الكلية أن تكون لغة التدريس باللغة العربية الفصحى، أو نخصص يوم جميع من في الكلية يتكلمون باللغة العربية الفصحى ونسميه يوم اللغة العربية الفصحى. سيبويه أن تحتفلوا بها، ولكن الأجمل أن تتحدثوا بها. سأذهب إلى عميد الكلية فورا وأقترح عليه هذا الاقتراح الآن.